عملنا خيمة في الاجتماع وسميناها كامبل علي. بدأنا بصلاة الهوس الأول من تسبحة نص الليل، واتكلمنا عن مسكن الله مع الإنسان من جنة عدن والمسبح وخيمة الاجتماع والهيكل والعلية. قلنا مع بعض ترنيمة ابني يا موسى الخيمة. بعد كده عملنا خيمة الاجتماع بجد، من أول الدور الخارجية اللي كان فيها مسبح المحرقة ومرحاضة النحاس. بعد كده اتكلمنا عن القدس اللي كان بيدخلها الكهنة فقط، وكان فيها 3 حاجات: منارة الذهب ومسبح البخور وخبز الوجوه. الجزء الثالث اللي بيدخله رئيس الكهنة فقط، وكان بيدخله مرة واحدة في يوم الكفارة، وكان فيه تابوت العهد. بعد كده اتقسمنا ركنين اتكلمنا فيهم عن خبز الوجوه اللي موجود في القدس، وكان بيوضع على مائدة خبز الوجوه. كان فيه 12 رغيف بيشير لأسباط بني إسرائيل، وكان بيوضع كل يوم سبت. وكان السيد المسيح قال عن نفسه: أنا هو خبز الحياة. وهنا اتكلمنا عن أنواع الذبايح ال5: ذبيحة المحرقة، وذبيحة الخطية اللي كانت بتتعمل من غير قصد، وذبيحة الاسم اللي كانت بتتعمل بقصد، وذبيحة السلامة، وتقدمة القربان.